دكتور، بداية دعني أشاهد وإياك ما جرى على لسان وزير الداخلية الإسرائيلي الحاخام أريه دارعي خلال مقابلته مع موقع هيدابروت ونعلق. وزير الداخلية الإسرائيلي: حكام العرب يصلحون للركوب فقط لأنهم دواب موسى. ندد وزير الداخلية الإسرائيلي الحاخام أريه دارعي خلال مقابلة مع موقع هيدابروت العبري ببعض ما جاء في اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل، قائلا: يجب أن يزور حكام العرب بلادنا لخدمة اليهود، ولا يجدر بنا أن نستقبلهم كشركائنا. وأردف درعي أنه لن يمكن تحقيق سلام استراتيجي بين اليهود والمسلمين، والعرب هم دواب موسى ويجب علينا فقط ركوبهم للوصول إلى الوجهة النهائية، فشراء سرج جديد وعلف جيد للدابة من واجب صاحبها، ولكن يجب أن ينظر صاحبها إليها كوسيلة للركوب، فحسب ما كانت الدابة في الاسطبل ولا أحد يذهب بها إلى غرفة استقبال بيته. إن المسلمين سيبقون أعداء لليهود ما دام القرآن كتابهم، والعرب هم أبناء هاجر أمة إبراهيم، لذلك يجب أن يكونوا عبادا لليهود. الشعب اليهودي هو شعب الله المختار، وهو الشعب الحامل للرسالة، وليس لغيره الحق في ذلك، وكل من يدعي ذلك يستحق العذاب. ما تعليقك دكتور؟ تعليقي ابن زايد أريد يشوفها، ومحمد بن سلمان وملك البحرين آل خليفة. هذا اليهودي الحثالة سواكم ركوب، سواكم يعني انتم تعرفون شو سواكم. عوزكم سرج، شنو العوزة سرج؟ الحمار والعلف، وممنوع استقبالهم بالبيت، استقبالهم بالاسطبل. ها يا جماعة، وين اهل الغيرة؟ وين اهل الحمية؟ اذا واحد غرد عن بيت زايد تغريدة واحدة يسبونه وبيه يقطمون شنو، يحطونه بالثرامة. ومحمد بن سلمان حكى القاشق شعشايه حطها بالثرامه، وما حد ما لقوه، بس راسه خذوه ومشوا ودوه لمحمد بن سلمان. هسه وين صرنا؟ باسطبل الخيل يا اخويا. وهذا اسرائيلي الان بالحكم، ادرعي بالحكم، يقول انتم عباره عن، ما اقدر اقولها، اخاف اجرح مشاعركم. ليش مشاعركم تنجرح؟ استغفر الله يا ربي. مثل هذا اذا واحد تفلت عليه يقول هاي السمه الشتي. هذا مثل لبناني. لذلك ما استحيتوا، كان منهم ما حد رد عليه.